السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي اتم صحة وفي اسعد حال يا رب. ما تنسوش لو سمحتوا تفعلوا زر الجرس وتدوسوا اشتراك وتعملوا لايك وشير كتير، لان القناة بجد محتاجة دعمكم. واكتبوا لي في التعليقات كومنتاتكم، طمنوني عليكم وعلى اخباركم. بعد كده نيجي النهاردة للقصة بتاعتنا. الرسالة، رسالة رومانسية غاية في الرقة، رسالة من حبيب لحبيبته، عايز يكلمها ويعبر لها عن مشاعره. فبيقول لها: حبيبتي، حبيبتي انت اغلى حد عندي، وانت عارفة قد ايه انا عندي استعداد احارب الكل علشان بس تبقي موجودة في حياتي. وجودك في حياتي هو الشيء اللي بيدعمني وبيقويني وبيديني القدرة على اني اكمل. انا عايزة اعتذرلك عن ناس موجودين في حياتي المفروض انهم اقرب ناس ليا، يكونوا همهم فرحتي، لكن مع الأسف كل اللي همهم مصلحتهم الشخصية. ناس همهم ممكن ياخدوا ايه من ورايا وازاي، من غير ما يسيبولي اي خيار تاني في ان انا اعيش سعيد. هما مش هممهم ابدا انا هعيش ازاي، ولا مع البني ادم اللي انا حبيتها باي شكل. كل همهم ان اللي نفسهم ياخدوه ويوصلوا له ما تكونيش انت عائق فيه. فعشان كده ابتدوا يحاربوكي. هما ما يقصدوش يحاربوكي انتي شخصيا، هما كانوا بيحاربوا اي حد هيدخل حياتي، اي حد شايفين ان هو ممكن ياخد اهتمامي، ممكن على حد كلامهم اضيع عليه ثروتي. شايفين ان الثروة والفلوس هي اكتر حاجة مهمة في الحب. علشان كده كان دايما سؤالهم لما بقول لهم ان انا بحب، عمرهم ما سألوني بتحب مين ولا من امتى ولا العلاقة ما بينكم عاملة ازاي. كان سؤالهم دايما هي دي مين بالظبط. عايزين يعرفوا التفاصيل بتاعة الإنسان اللي أنا هرتبط بيها وقررت إن أكمل حياتي معاها. كل اللي همهم هي معاها كام، أو ممكن تزود ثروتنا كام. لكن أنا بحس معاها بإيه، هي بالنسبة لي إيه. هل هي بني آدمة صالحة ينفع تكون أم أولادي ولا لأ، مش فارق معاهم. هل هي بني آدمة تستاهل إن أنا أحبها ولا لأ، برضو ما يهمهمش. علشان كده لما شافوكي وشافوا قد ايه ان انا بحبك وان انتي حب حياتي وحلم عمري، حاولوا ان هم يطفشوكي، حاولوا ان هم يبعدوا ما بيني وما بينك. لكن اللي عمرهم ما يقدروا يعملوه، ولا انا ابدا هديهم الفرصة اللي تخليهم يحرموني من حب حياتي. انتي حبيبتي اللي بجد، حبيبتي اللي اتمنيتها من زمان وانا صغير. يعني انتي فيكي كل الصفات اللي اتمنيتها. لما كان حد كده يقول ايه فتاة احلامك، كنت بحط صفاتك انتي. فبجد لما كبرت وقابلتك انا ما كنتش مصدق قد ايه ربنا كريم، قد ايه ربنا جمع كل حاجة انا اتمنيتها فيكي انتي. وفوق ده كله انسانة محترمة جدا، بتحبيني، بتخافي عليا، وواثق ومتأكد انك هتراعي ربنا فيا، وان انا لما ربنا يكرمنا بولاد هتربيهم احسن ما كنت اتمنى. هتربيهم عشان يطلعوا آه، يعني اولاد برين بيا وبيكي، اولاد نعرف نتسند عليهم لما نكبر. وان الفلوس اللي عندي دي هم مش هيكونوا ابدا سبب في انها تضيع، بالعكس دول هم هيكونوا سبب ان انا اتسند عليهم وان هم يكبروها وينجحوها. وده لانك اكيد اكيد هتربي بني ادمين كويسين. فانا سعيد بوجودك في حياتي، وسعيد ان ربنا اداني هدية زيك. اكيد مش بعد ده كله هروح بكل سهولة اتنازل عنها واسيبها لحد غيري او تضيع مني. انا لا يمكن ابدا اتخيل ان ممكن حد غيرك تكون في حياتي، او انك انت ممكن تبقي في يوم من الايام لحد غيري. انت مش متخيله انا كنت ممكن اعمل ايه. انا ممكن اموته واموتك وبعدين اموت نفسي. الموت بالنسبه لي انك انت تكوني مع حد غيري، ان انا ما اقدرش احمي حبي، ما اقدرش احافظ عليكي واخليكي ملكة بيتي. اني تستاهلي ده. وانا اعتقد باللي انا عملته مع اهلي، واللي انا طول الوقت بحافظ عليهم وبتقي ربنا فيهم، من حقي وابسط حقوقي ان انا الاقي بني ادمه تحبني وتراعي ربنا فيا. وانتي البني ادمه دي. فتاكدي ان انا عمري ابدا ما هتنازل عنك، وعمري ابدا ما هخذلك ولا هبعد عنك. طول الوقت هتلاقيني في ظهرك. انا مستعده احارب اي حد في الدنيا واتخلى عن اي شيء في الدنيا في سبيل انك تبقي معايا. انتي البني ادمه اللي معاها عرفت الحب،
يعني بقيت فاهم معنى الكلام بتاع الأغاني وحاسه. كنت طول الوقت بسمع الناس بتتكلم عن الحب وبيغنوا له، كنت بشوف فيه مبالغة، ان لا يمكن ابدا الكلام ده يكون حقيقي. لكن من ساعة ما عرفتك ودخلتي حياتي، اتأكدت ان كل الكلام الحب اللي في الاغاني وكل قصص الحب اللي في الروايات وفي التلفزيون اقل من المشاعر اللي انا بحسها معاكي. انت بجد انسانة جميلة، انسانة ربنا اديهالي هدية، وانا انسان بيقدر قوي قيمة الهدايا. وانت جوهرة لازم تتصان، وهحطك فوق الراس. صدقيني صدقيني، هعيش معاكي لحد اخر يوم في عمري، ونفسي لما اموت تكوني انتي اخر حد عيني شافته، واموت بين ايديكي. وقتها هحس ان انا لسه موجود ولسه ليا عمر، لان حبي هيكون فيكي. انتي حبيبتي اللي لا يمكن ابدا اتنازل عنها او غزلها. صدقيني بحبك وبموت فيكي، ومهما قالوا عنك ومهما حاولوا يوقعوا ما بينا، عمري ابدا ما هسمح لهم يعملوا ده. عمري ابدا ما هسمح لهم يسرقوا فرحتي اللي ما صدقت ان انا لقيتها. بحبك، وصدقيني قريب قوي هنكون مع بعض. وبكده تكون انتهت رسالتنا النهاردة، رسالة غاية في الرقة والجمال من حبيب بيموت في حبيبته. ربنا يخليهم لبعض ويجمعهم دايما في حلال ربنا، ويجمع شمل كل الأحباب. دلوقتي أقول لكم سلام عليكم، واستنوني مع رسالة جديدة.